الناس الغالية أهلا بيكم. شايفين الشكل الجميل والألوان المبهجة اللي قدامنا دي؟ جيلي كولا هنعمله في البيت بمناسبة رأس السنة. هنعمله بطريقة مختلفة وأشكال وألوان مختلفة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة هنجيب طبق، وده معانا الجيلاتين. هنحط معلقة ونص جيلاتين، بتجيبي ب5 جنيه جيلاتين من عند العطار، هيكفي كل اللي هتعمليه. ودول الكوبايات المعيارية، كوباية ربع وكوباية نص. دي ربع كوباية، لو ما عندكيش الكوبايات دي أي كوبايات ربع كوباية على معلقة ونص جيلاتين وعصرة ليمونة، وبقلبهم واسيبهم واركنهم على جنب لحد ما اعمل باقي المكونات. ودي نص كوباية مية مغلية في حلة صغيرة على النار، ومعلقة عسل جلوكوز كبيرة، واسيبها تغلي دقيقتين. وبعدين بحط عليها جيلي فراولة او اي طعم جيلي انت تحبيه، وبقلبه واسيبه يغلي يا دوب يغلي، واحط عليه الجيلاتين بقى حتة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين، واقلبه يا دوب يدوب وانزله من على النار. ما تسيبوهوش على النار لان الجيلاتين بيبقى ريحته وحشة لما بيقعد على النار. ورشة فانيليا سايلة او رشة فانيليا اي حاجة. وبعدين بجيب القوالب اللي انتوا شايفيها السيليكون دي، بجيب منديل ابل وزيت وامشي عليه كده دهنه بسيطه قوي من الزيت. وبعدين بجيب سرنجه وباخد من الخليط اللي انا عملته اللي هو الجيلي، وانزل في القوالب طبقه بسيطه، مش بملاها لحد الاخر، طبقه بسيطه. ولو ما عندكيش القوالب الصغيره دي، ممكن ده بتاع الكب كيك العادي السيليكون وتحطي فيه وعادي خالص. التاني طعم هنعمله اللي هو الكولا. بجيب برضو ربع كوبايه كولا، حطها في الكوبايه لحد ما الصودا تكون راحت خالص منها، واحط عليها معلقتين كبار جيلاتين عشان ده ما فيهوش جيلي، وعصره ليمونه، وبرضو بقلبه واركنه على جنب لحد ما اعمل الباقي. بجيب حله صغيره بحط فيها نص كوبايه، لازم الكولا تكون الصودا فيها راحت خالص، نص كوبايه. وبحط عليها معلقتين عسل جلوكوز اهو، معلقتين عشان دي ما فيهاش جيلي، واسيبها تغلي دقيقتين، لازم تغلي دقيقتين او 3. وبعدين بحط عليها الجيلاتين بعد ما جمد، وبدوبه بس وبنزله من على النار بيدوب بس، ورشة فانيليا، اي فانيليا تنفع. وبعدين بحط في القوالب وكده. كل الاطعمة وكل الاشكال عملتها اهو قدامكم. ولو ما عندكيش الاشكال دي، ممكن هقولك تعملي ايه في الاخر. كده انا سبتها في التلاجة حوالي نص ساعة، جمدت خالص اهو، شايفين شكلها بقت تحفة. ده شكل الوردة وشكل النجمة، كل الأشكال دي تنفع في رأس السنة. شايفين الشكل ده برضو شكل مستطيل، شايفين بتمط ازاي، تحفة جدا. هوريكم بقى ازاي هي بتمط. شايفين الوردة ده اللي هو بتاع الكب كيك، شايفين طالع الوردة سليمة وجميلة ازاي. بدهن دهنة زيت بسيطة بالمنديل، ما يكونش فيه بواقي زيت. كل الأشكال اهي شايفين. ده طعم الفراولة، الجيلي فراولة، والاخضر طعم الجيلي تفاح. لو ما عندناش بقى القوالب كلها، بتجيبي اي طبق بايركس او اي طبق اهو، برضه كنت دهناه دهنه زيت، وباخده كده، ما توقفيش نفسك على حاجه، وتقطعيه اي تقطيعه، مربعات مثلثات اي تقطيعه، وينفع حتى لو ما عندكيش اي قوالب سيليكون. وده طبق عادي اهو، انا بوريكم بس الطريقه ان هو ينفع في اي طبق اهو، نافع برضه. ده انا ما كنتش دهناه زيت، بس لما تدهني زيت احسن وافضل. برضه بتطلعيه شايفين حلو معانا ازاي، وبتقطعيه برضو اي تقطيعه، دايره مثلث مربع اي حاجه لو انت ما عندكيش القوالب. ودي كل الاشكال اللي احنا عملناها، هوريكم بتتقطع معانا ازاي وبتمط معانا ازاي. شايفين اهو، ده الجيلي التفاح، وده طعم الكولا. بس هو الجيلي بيبقى احلى في الطعم، الجيلي عامه بيبقى احلى في الطعم. ده الجيلي فراوله اهو، والبرتقاني ده جيلي بالمانجا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا للي يجرب. وفرحي ولادك في رأس السنة بحاجة بسيطة تعمليها في البيت وألوان مبهجة.